بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل عليكم. النهارده هنعمل غدا خفيف او عشاء خفيف. هو مش خفيف قوي يعني، هنعمل ان شاء الله كبده اسكندراني وصدق اسكندراني. تمام. آه هنا هنبتدي معانا ايه؟ التوم. بالطريقه، فاكرين الطريقه بتاعت السيليكون دي اللي بنقشر بيها التوم؟ تمام. هي اهم حاجه بس ما تكونش الرخامه مبلوله او ايدك مبلوله. زي ما انا هكمل كده هلاقي ايدي مبلوله، فهتعكسني شوية. ان شاء الله زي ما قلنا هنعمل كبدة اسكندراني وصدق اسكندراني. ده غدانا النهاردة ان شاء الله. تمام. شوية توم مش كتير، بس عشان الناس اللي ما بتحبش التوم. وقبل ما نبتدي حبايبي ان شاء الله يا ريت نحط لايك واشتراك في القناة، من فضلكم. وان شاء الله الوصفة هتعجبكم النهاردة جدا. دول شوية توم مش كتير، هنقطع عليهم شوية فلفل بارد على حامي، يعني ده احمر بس بارد. وهناخد كام قرن كمان حامين. كبدة انتوا عارفين بتحب الفلفل الحامي قوي. تمام. كبدة بلدي ان شاء الله، وطلعت حلوة جدا. دول كام قرن حامين. للناس بقى اللي بتحب الحامي او ما بتحبش الحامي، دي ترجع لكم. معانا معلقة كمون كبيرة، معلقة فلفل اسمر او فلفل اسود، شوية ملح حسب رغبتك طبعا. الملح يرجع لكم زي ما بقول دايما. الكمون هو اللي بيظبط الكبدة يا جماعة، بس انا ما بحطش اكتر من كده على الكبدة يعني. هي دي الكبدة الاسكندراني. شوية خل، بتحب الزيت الكتير طبعا، ده الملح. هنضرب في الكبة كل ده، ومش عايزاه ينعم، انا عايزة الفلفل يبان ان هو محتحت في الوصفة. حابة تقطعي فلفل قبل ما تنزلي بالكبدة، تحمريه حلو، وترجعي ترمي عليه الكبدة. انا هنا ولعت النار. تمام. هحط شوية زيت حلوين، يعني الكبدة انتوا عارفين بتحب الزيت وبتحب يبقى فيها صوص كتير علشان ما تنشفش. طول شوية زيت حلوين اهو، نوع كويس. نستنى يسخن وهننزل بنص او تلات ارباع زي ما قلت لكم اهي. ما تبقاش قوي يعني لازم تبقى محتحته شويه، ما تبقاش ناعمه. توم مش كتير عشان الناس اللي ما بتحبش التوم. واجي هسيب النص ده. هو الزيت معلش لسه ما سخنش. هننزل اول ما يسخن هننزل عليه بشويه خل. هو ده اللي بيطلع بيفحفح الريحه بتاعت الكبده يا جماعه. تمام. شويه خل اهي ابتدت تسخن، فهنزل عليها بشويه خل. يا ريتكم بقى معانا دلوقتي شامين الريحه. آه احنا كمان هنحمر شويه بطاطس، هنعمل صدق. غدا حلو مع عيش فينو، عيش بلدي ده يرجع لك برضو اللي بتحبيه. هنزل بالكبده. دي كبده بلدي، هنزل بيها كده. الكبده ما بتحبش السوى الكتير يا جماعه، يعني ما نضغطش عليها قوي في السوى، ما نتقلش عليها في السوى فتنشف مننا. كام تقليبه كده لحد بس ما نلاقي ما فيهاش لون احمر. هو في ناس بتاكل الكبده نيه على فكره، بس لحد ما تاخد لون كده وتشرب من التتبيله بتاعتها دي. كام تقليبه كده حبايبي. عملنا اللايك ودوسنا على الاشتراك ولا لسه؟ بفكركم. تمام. ادي اهو كبده. هنحط عليها بقى النص التاني. النص التاني الحاجه لما بتتحط التوابل نيه كده في الاخر خالص، بتبقى محتفظه لسه بالطعم والريحه بتاعتها. هنا في الطاسه اللي جنبها دي، الوok اللي جنبها، حاطه زيت. هنحمر شويه بطاطس. بقول لكم بعيدا عن الطبيخ والصواني والحاجات دي، ده غدا خفيف وحلو وطعمه جميل يعني. نحط شوية بطاطس نحمرهم جنبها، ومعانا جرجير وليمون وقطعنا طماطم. الأكل المشهي اللي يفتح النفس ده. هزود شوية زيت لأن زي ما قلت لكم الكبدة بالذات بتحب يبقى فيها صوص كتير، وعشان كمان الزيت يتغلغل جواها وتستوي كويس. هي خلاص هنا
بتستوي. تمام، خلاص اخرها كده. احنا بس بنشوف لو في اي حاجة حمرا لسه فيها الكبدة، حمرا بدمها لسه كده، بنقلبها تاني في الزيت. نسقط شوية بطاطس اهو. تمام، دي بقى هرفعها على جنب، واحط ووك تانية نعمل فيها الصدق. تمام، هنعلي النار بقى ونحط الوok التانية. النار عالية بس مش باينة، الكاميرا كانت بعيدة عنها. بصوا يا جماعة، الوok دي أنا بعشقها يعني، أو الطاسة دي أنا بعشقها. هي كانت تيفال ومن كتر من الخربشة دعكتها وخليتها أليمنيوم يعني، بس لأنها عالية بصراحة بتمنع عندي الطرطشة، فأنا مش بستغنى عنها في آلية السمك، آلية الحاجة اللي بتطرطش يعني. اللي فيها البطاطس برضو نفس القصة. لما بتتجرح كده وبحكها خلاص ببعدها عن الحاجات اللي بتلزق يعني، خلاص بستعملها في السمك، في المقليات، في الكلام ده. هنا شوية زيت بس ونزلنا عليهم بالصدق. صدق الاسكندراني مفيش اي اضافات يا جماعة. هنعمل ايه بقى؟ هنفضل نقلب فيه كده رايح جاي لحد ما يوصل معانا، لان هو كان الصدق كبير، فكنا بنتقل عليه في السوا شوية. واحدة واحدة كده، حابة تحطي عليه ربع كوباية مية يستوي الأول فيه، وبعدين يتحمر في الزيت اللي بينزله أو المادة الدهنية اللي هو هينزلها. بلاش تحطي زيت، يعني ممكن تحطي الصدق في الطاسة وتحطي عليه ربع كوباية مية، وتفضلي تقلبي فيه. هو لما يغلي هينزل المادة الدهنية اللي فيه، يتحمر فيها بقى. ده لو حابة يعني، إنما إحنا هنا في البيت بيحبوا على طول في الزيت يتحمر ويستوي في نفس الوقت. تمام، جربوا يا جماعة، الطرق دي سهلة وبسيطة، مفيهاش أي حاجة. أنا عارفة الناس كلها بتعشق كبدة الشارع وكبدة العربيات، بس جربوا الكبدة بالطريقة دي هتعجبكم جدا. لازم تبقى مشطشطة، يعني لازم تبقى فيها شطة كده، علشان أو فلفل حامي، علشان تبقى. وبعدين احنا ضامنين انها كبدة بلدي وجايبينها من جزار كويس احنا عارفينه. فبعيدا بقى عن كبدة الشارع اللي بتبقى ريحتها مفحفحة وطعمها حلو الناس كلها بتحبها، جربوا الطريقة دي. وادي الصدق يا جماعة، ده كله هيتعمل سندوتشات. تمام، خلاص هو كده الصدق خلص. البطاطس بتتحمر، بس الصدق مش بياخد حاجة كمان، والكبدة مش بتاخد حاجة، وأكلة حلوة. وزي ما قلت لكم يعني، زهقتي من الطبيخ ومن الصواني والكلام ده كله، تنفع عشاء، تنفع غدا، زي ما انت حابة يعني. يعني مثلا لو انا عاملة طبيخ، لا مش هقولك ينفع عشاء، انما الاكلات دي زي ما قلت ادينا كده اهو. ادي السندوتشات، شوية الجرجير والطماطم والبطاطس. بطاطس الايام دي حلوة قوي يا جماعة، للناس اللي بتحب البطاطس التحمير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب ما تكونوش نسيتوا اللايك والاشتراك في القناة، ويا رب ان شاء الله اشوفكم في فيديو قريب. اللي ان شاء الله القناة بتكبر بيكم يا جماعة، مش هتكبر لوحدي والله. لازم التفاعل والدعم منكم. يا سلام، والكومنتات الحلوة بقى واللايكات الحلوة بتاعتكم دي، واكون متشكرة جدا ليكم. ما تحرمش يا جماعة من لايكاتكم واشتراكاتكم. متشكرة جدا يا جماعة. وادي اهو نفسكم اتفتحت اكيد، صح؟ نفسكم اتفتحت صح؟ وادي حاجة ساقعة جنبها. الحاجة الساقعة دي مش مقاطعة يا جماعة، مش مقاطعة يعني. شكرا وباي باي.